بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله نشرح النهاردة طريقة تجديد وصيانة باب الحمام. طبعا باب الحمام لو عندك المية بتاكله وبتبوظه، حضراتكم شايفين كده اهو. هنحاول ندهنه تاني بقى ونجدده مع بعض. أول حاجة احنا كنا مركبين حتة ألمونتال كده من تحت، بنفكها بقى عشان نركب غيرها. نبدأ بقى ننزل أي دهان قديم كده. هنبدأ بقى نمعجن الأماكن دي. والفواصل. المعجونة اللاكيه بتتعمل من سانيتون وزنك. هنخلص بقى ونسيبها تنشف. بعد ما خلصنا طليت معجون، جبنا الفواصل كلها حضراتكم شايفين كده، واي حاجة بايظة هنسيبها تنشف بقى ونرجع نصنفرها. بعد ما بينشف بقى نبدأ نصنفر فيه. بعد ما ينشف بقى بنبدأ نديله وش زيت مطفي بطانة. ممكن تستخدم الرولة وممكن تستخدم الفرشة. ونجيب المزانق بالفرشة. بعد ما بينشف نمشي صنفرة خفيفة كده عليه عشان أي ريشة أو ترابة. بعد ما نخلص بنجيب برضو الزوايا بالفرشة. بيطلع بعد كده في الآخر بعد ما ينشف. طبعا عايز تركب حتة ألمونتال زي دي كده عشان المية براحتك، مش عايز ممكن تسيبها زي ما هي كده برضو. متنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة. كان معكم حسام القصاص من قناة ادهم بيتك بنفسك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.